احنا يوم الخميس على صوت اطلاق رصاص كان كثيف وجنوني، يعني كان من جميع الجهات. في خلال هاي الفترة طلعنا توجهنا هون أنا وأختي عند والدتي نشوف إيش فيه. فخلال ما إحنا بنتفرج شفنا جنود هم بيطلعوا على سطوح دار جيراننا التانيين، دار أبو الهيجة. فهون والدتي كانت بتصلي، اجتها رصاصة هون ورصاصة تانية في صدرها. هسه مباشرة طلعت أنا أحمل خبطة وحملتها حطيتها بحضني، إنه صرت أسكر لها الجرح، ما كنت بعرف إنه في رصاصة تانية هون. سكرت لها الجرح، كانت صافنة هيك بس بالسقف تتشاهد. والدتي بعدين ست كبيرة، يعني ست مريضة ضغط، مريضة سكري. يعني الاحتلال لما القناص استهدفها كان عارف انها هي مرة، يعني كان شايفها مرة، بس هو قاصد انه يقتل. يعني قبل استهدف شيرين، واليوم استهدف والدتي، بكره انا، بكره مين، ما حداش بيعرف. الله يرحمها برحمته. والدتي ما يمكن روحها راحت بعدت كجسد، بس روحها معانا وحوالينا وما فارقتنا ابدا. هي حوالينا وبتحس فينا وبعرف تسمعنا، بس الفراق صعب جدا.